نفسها على هذا النحو. أعتقد أن كنا ذو سياسة ونهج في هذا الشأن. حزب المرأة الحرة هو تعبير عن الثورة. حافظوا على قرار التغيير بداخلكن. خطوة التحزيب هي خطوة تاريخية، التغيير من امرأة محكومة عليها إلى امرأة حرة في خطوة ومسيرة عظيمة. لذا أنه لشرف أن تكوني امرأة حرة، أنها الأولى من نوعها في العالم، وهي مهمة تاريخية كما قال القائد عقوب. وارتفع مستوى تحرر المرأة ومقاومة النساء ضد الظلم والقمع إلى يومنا هذا، وترتفع وتيرة نضال المرأة مع الوقت وصولا إلى مستوى أممي وفي كل رقعة جغرافية، وعلى الأخص جغرافية الشرق الأوسط. كالنساء الكرديات قمنا ببناء العديد من التطورات العظيمة مع فكر وفلسفة القائد نتيجة النضال ومطالبة الحرية في ثورة روج آبا. فقد حملنا على عاتقنا الدور الريادي في بناء نظام الديمقراطية الحرة. ما يخص هذا الشأن وكما وضح القائد في تحليلاته حيث قال: ما لم تتحرر المرأة فلن يتحرر المجتمع. لعب دورها في إهدائها إلى المجتمع البشري بأكمله، وانتشر إلى جميع أصقاع العالم. والآن مرة أخرى نحن مخولات أن نلعب دورنا في قيادة هذه المجتمعات والمكونات لأن نبني نظامنا المجتمعي الذي بناه آلهة الأم من هذه الأرض المقدسة بلاد ما بين النهرين، التي بنت فيها المرأة بجهدها وكفاحها ونشاطها ومقاومتها نظامها المجتمع الديمقراطي، وقدمه وأهداها إلى المجتمع البشري. والآن مرة أخرى نحن مخولون بهذا الدور في قيادة هذه المجتمعات وفي قيادة هذه المرحلة، رغم مرور آلاف السنين على هذه الذهنية المتسلطة، الذهنية العبودية التي تفرض العبودية والاستغلال والظلم والفاشية على رقاب كافة المجتمعات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. ونحن أيضا مخولون أن نلعب هذا دورنا في قيادة هذه المرحلة. إذا بكفاح المرأة منذ عهد ثقافة آلية الأم وإلى الآن مستمر في نضالها وكفاحها وبذل جهود حسيسة. وما هو دور الأم التي تلعبها في إدارة عائلاتها في البناء في الإنجاب والتكاثر والبناء والرعاية والتطور. هذا الحياة وصلت بها إلى هذه المرحلة. فما هذه جهود مقدسة وجهود حسيسة بنتها بتكوين النواة الأولى للمجتمعية ببناء عائلاتها وتطورها إلى المجموعات، إلى القبائل والعشائر والأمم والآن الشعوب. إذا هذه المرحلة مرحلة حساسة كثيرة تمر علينا، ونحن يجب أن نكون لائقين لهذه المرحلة، لائقين لثقافة آلهتنا الأم. نحن كافة أفراد المجتمع وليست المرأة فقط، وإنما المرأة تلعب دورها الريادي والقيادي في إدارة هذه المرحلة. إذا رغم مرور هذه السنوات كثيرا، إذا 8 آذار يوم عيد المرأة العالمي لم يبدأ من حادثة شيكاغو، إنما بدأ من مقاومة المرأة وكفاح المرأة من ميزوبوطاميا، من بلاد ما بين النهرين، وجميع الشعوب هم مخولون في إحياء هذا العيد وتطوره. إذا نحن مرة أخرى من هذه المنطقة المقدسة نحيي هذا اليوم عيد المرأة العالمي في 8 آذار. لماذا هذا العيد أصبح في 8 آذار عيدا رسميا وفي العالم أجمع؟ إذا هناك على أساس جهود الحسيسة والنضالات والنشاطات المرأة بكافة مكوناتها بكافة أطيافها في منطقة ميزوبوطاميا إلى العالم، أصقاع العالم، جميع هذه الجهود توجت في مقاومة النساء الكثيرات اللواتي مثل بلقيس، زنوبيا، كيلوباترا، نفرتيتي، أدونيس، إلزابيث. في كثير من النساء، إبلا، ماري. هناك آثار تاريخية تدل على هذه المقاومات، على هذا النشاط المستمر حتى يومنا هذا، على هذه الثقافة وهذا الميراث الكثير المقدس الذي نحن الآن ننعم بهذه المنجزات والمكتسبات التي تخولنا أن نستمر في هذه الحياة وبناء نظامنا المجتمعي الديمقراطي. إذا هناك تاريخ ساطع وملامح بطولية في سد
أمام هذه الحرب الشعواء العنصرية التي تفرض على رقاب الشعوب. إذا ارتكبت مجازر كثيرة وأبيد الشعوب عن بكرة أبيها، ولكن بقي دور المرأة في حماية مجتمعية، في حماية نفسها، في حماية قيمها المجتمعية، وفي حماية مجتمعية وصلت بنضالاتها بنشاطاتها وكفاحها إلى هذه المرحلة. إذا في القرن الثامن عشر بدأت هناك بوادر للنضال والنشاطات لأن تلعب دورها. إذا بكسب المنجزات وتطورها أضحت المرأة تضحيات جسيمة وكثيرة. إذا أضحت بالتضحية بنفسها أيضا. وهذه الحادثة التي حدثت في شيكاغو عام 1857 بحرق 129 امرأة، هذه تأتي من الذهنية المتسلطة، الذهنية العنصرية، الذهنية المستغلة التي تبيد المجتمعات عن فكرة أبيها. عندما استهدفت المرأة لم تستهدف المرأة فقط، وإنما استهدفت المجتمع بأكمله، جميع الطبقة الكادحة الموجودة في تلك المجتمعات. ولكن انطلقت الشرارة من هناك، وأصبح بعد أكثر من 50 عاما أصبح هذا اليوم بعد نشاط ونضالات كثيرة ونشاطات كثيرة في المؤتمر الثاني، كما قرأت الرفيقة في المؤتمر الثاني عام 1910 تم اقتراح والإقرار بالإجماع على أن يكون هذا اليوم يوم المرأة العالمي. إذا من كل أيام السنة أن يصبح يوما واحدا ليوم احتفال بيوم المرأة العالمي. ولكن أيضا لم تترسخ هذا العيد وهذه الفكرة بين كثير من المجتمعات، وإنما بقي منحصرا في بعض الأماكن، أو في بعض الأماكن السائرة، في بعض الأماكن التي تناضل وترفض الظلم والعبودية والاستغلال. إذا استمر إلى أكثر من 50 عاما، عام 1977 عند بعد مرور كل هذا الزمن، إذا بإصرار بإرادة وقيادة كلارا زيتكي الألمانية أصرت في أن تثبت هذا اليوم وأن تناقش وتقترح وتقدمه إلى مجلس الأمم المتحدة. وفي عام 1977 كما ذكر في البروشور أنه أصبح يوما عالميا رسميا للعالم أجمع، لجميع نساء العالم. إذا أحيا هذا اليوم لأول مرة في عام 1977 إذا كعيد رسمي للمرأة، بأن تحتفل بهذا العيد من كل أيام السنة أن تحتفل فيها في يوم واحد. إذا لم يأتي النظام المجتمعي أو حياتنا اليوم التي نحن بصددها نعيشها ونطورها لم تأتي من الفراغ، إنما أتت بجهود حسيسة ونضالات ونشاطات ومقاومات وصلت إلى هذه المرحلة. وهذه المرحلة إذا وحتى الآن المرأة لم تستطيع أن تنال حقوقها كافة، وأن تتمتع بحقوقها، بحقوق العمل، بحقوق الدراسة، إلا بعد نشاطات وهناك تضحيات كثيرة حتى وصلت إلى هذه المرحلة. وهذه المرحلة وخاصة نحن في الشرق الأوسط وكردستان من ضمن هذا الشرق الأوسط. إذا في المجتمع الكردستاني أيضا هناك مؤثر عليها عادات وتقاليد وذهنية سلطوية وذهنية الإقطاعية والعبودية. إذا ناضلت وكافحت المرأة العربية إلى جانب المرأة الكردية جميع النساء الموجودات في الشرق الأوسط. إذا تكاتفوا وكادحوا وصلوا إلى جزء بسيط من حقوقها، ولكن لا تكتفي هذا، وإنما حركة الحرية التي أصغرت في هذه المرحلة في سبعينات الثمانينات القرن الماضي. إذا أثبتت بفكر وفلسفة القائد، استطاعت أن تطور نفسها، أن تثقف وتوعي نفسها، واستطاعت أن تنظم نفسها وتبني نظامها المجتمعي الذي كان منذ عهد الثقافة الآلهة الأم. أحيت هذا النظام من جديد وأحيت القيم المجتمعية من جديد. إذا ما زالت هذه القيم المجتمعية التي نحن مجتمعينها الآن في هذه الصالة، هذه القيم تستمد من قيم الثقافة الآلهة الأم، هذه مستمرة منها هي العادات والتقاليد النبيلة السامية. إذا هي الأخلاق والوجدان والضمير والعدالة والمساواة التي تتسم بها المرأة دائما في تحمي نفسها وعائلتها ومجتمعها.
حتى وصلت إلى هذه المرحلة. وهذه المرحلة أيضا حساسة أيضا عند ظهور المفكر والقائد عبد الله أوجلان بفكر تحرير كردستان. إذا أول من طرح فكرة تحرير كردستان، وأول من آمن بها هو الحقيقة قرار عندما قال إنما لا تتحرر كردستان ما لم تتحرر تركيا. إذا لم تتحرر تركيا إذا لم تتحرر كردستان. لماذا قال هذه المقولة؟ لأن جميع الشعوب الموجودة في المنطقة هي مجتمعات وشعوب متكاتفة منذ الأزل وحتى الآن. لا أحد يستطيع، أي قوة في العالم تستطيع أن تفرق بين المجتمعات، أن تفرق بين الشعوب، أن تفرق بين النساء الموجودة كمجتمع، كمجموعات مجتمعية موجودة في هذه الأرض المقدسة. لا أحد يستطيع كسر إرادة الشعوب، ولا أحد يستطيع كسر إرادة المرأة. إذا مقولة القائد اللي تبدأ لا تتحرر المجتمع إذا لم تتحرر المرأة فيها. إذا بتحرر المرأة يتحرر المجتمع. متى ما كان المرأة مثقفة واعية في وقتها نستطيع أن نقول هذا المجتمع مثقف أو واعي. لماذا دائما المرأة؟ لأن المرأة هي الأم، هي الأصل، هي الحياة، هي نبع لكل مقدساتنا، نبع لكل قيمنا المجتمعية. هي التي تنجب وتولد وتربي وترعى وتطور ووصلت بنا إلى هذه المرحلة. لذلك المرأة هي المقدسة. عندما أصر القائد وتعمق في فكر تحرير إيديولوجية المرأة، إذا بعد جهود حثيثة وبعد تضحيات كثيرة، بعد استشهاد كثير من الرفقات قائدات هذه الحركة، منها فولتوركان اللي هي كانت امرأة تركية. إذا في كثير من الرفيقات استشهدوا منهم، وعلى ذكر المثال منهم الشهيدة بريفان، شهيدة بريطان، شهيدة زيلان. بعد استشهاد الشهيدة زيلان تعمق القائد بفكر وأيديولوجية تحرير المرأة، وقدمها كهدية للمرأة في أن تتعمق في فكر وفلسفة الحياة الحرة الندية بتقديم أيديولوجية تحرير المرأة. تعمق فيها كثيرا وأعطى تعليمات بأن تتعمق كافة النساء، بأن تثقف نفسها وتوعي نفسها وتنظم نفسها وتطور وتعمق في إيديولوجية تحرير المرأة، لأن إيديولوجية تحرير المرأة هي إيديولوجية تحرير المجتمعات بكافة مكوناتها وشعوبها. لذلك بعد استشهاد العملية الفدائية التي فدت هافول زيلان فدت فيها القائد عند محاولة الاغتيال للقائد في العاصمة دمشق، كما مقولتها قالت: ليس لدي أغلى من رحل لأقدمها لك أيها القائدي. إذا ضحت بنفسها بجسدها لأن تصبح أن تكون جوابا للذهنية الفاشية المتعشرة التي تحكم الشعوب وتبيد الشعوب عن بكرتها بها النظام العثماني التي دائما تتخيل ودائما تحلم أن تكون لها أن تعيد أمجاد الإمبراطورية العثمانية. إذا العملية الفدائية التي قامت بها هافول زيلان كانت جوابا قاسيا وضربة قاضية لهذه الذهنية المتعجرفة. يقول القائد: زيلان الرفيقة زيلان كشفت السياسة الفاشية، السياسة الازدواجية التي تمارسها النظام الفاشي في تركيا على كافة الشعوب الموجودة في تركيا والمنطقة. إذا رفيقة زيلان هي التي كشفت هذه السياسة. لذلك زيلان ستكون بمثابة معلمتي وقائدتي وطليعتي. لذلك قدم إيديولوجية تحرير المرأة هدية للمرأة 8 آذار لأن تتعمق كافة النساء، ليس فقط المرأة الكردية إنما المرأة العربية والتركمانية والشرقية والأشورية، كافة النساء في المنطقة أن تتعمق بفكر وفلسفة القائد بإيديولوجية التحرير المرأة. كما قال: بإيديولوجية تحرير المرأة سيتحرر المجتمع، كافة المجتمعات، سنبني الحياة الحمادية الحرة، سنبني الديمقراطية، سيرسى السلام في المنطقة. إذا سيرسى المساواة بين كافة المجتمعات. لذلك قدم هدية في 8 آذار عام 1998 هدية للمرأة لكافة النساء في العالم، وأحيا هذا العيد وهنأ كافة النساء في العالم بأن يكون ليس فقط يوم 8 آذار هو يوم المرأة العالمي، إنما بأن يكون كل الأيام السنة أن يكون عيدا للمرأة، بكيف أن يكون
ونحيي هذا العيد ونهنئ هذا العيد بأن نبني أنفسنا، بأن نكون لائقين لأنفسنا إن كان نساء أو رجالا أو شبابا. إذا بأن نكون لائقين لأنفسنا، بأن نبني مجتمعاتنا، بأن نبني نظامنا المجتمعي، بأن نتسم بالديمقراطية، أن نحترم بعضنا، أن نحترم. يقول هناك مقولة للقائل: إذا أحببنا بعضنا سنحترم بعض، وإذا احترمنا بعضنا سنطور أنفسنا، وإذا طورناها إذا سنتطور إلى أعلى مستويات. لذلك على كافة الإنسان الذي يقول أنا إنسان يتسم بالإنسانية ويقول أنا إنسان أن يتصف بالأخلاق الحميدة، أن يحترم الآخر، أن يحب الآخر، حتى يتبادل فيما بين أفراد مجتمعنا هذه الصفات الحميدة التي هي من القيم المجتمعية بآلية ثقافة الأم. لذلك نحن مخولة مرة أخرى أن نحيي هذه القيم وثقافة الآلية الأم. لولا الأخلاق لما كنا مجتمعين كمجتمع، ولم نكن متماسكين إلى هذا التماسك، ولا كنا مستمرين إلى هذا اليوم. لذلك فصفة الأخلاق والوجدان والضمير هي من صفات الإنسان يجب أن نحييها دائما، حتى أن نستطيع أن نثقف ونطور ننظم أنفسنا، أن نكون لائقين لفكر وفلسفة القائد الذي قدمها للبشرية جمعاء، الذي يريد دائما ويتمنى أن يرسل السلام والاستقرار في المنطقة. لأن القائد يقول متى ما تثقفت المرأة وتثقفت وطورت نفسها تصبح قوة لا يستهان بها، وهذه القوة تستطيع أن تضع وأن تقرر عن نفسها وتقرر مصيرها ومصير مجتمعها. لذلك تستطيع أن تضع حدا لهذه الحروب الشرسة، الحروب القذرة التي تريد الإنسان عن بكرة بها، وفي نفس الوقت تصل به، وعند وقف هذه الحرب تستطيع أن ترسي السلام أيضا في هذه المنطقة، وتستطيع أن ترسي المساواة والعدالة بين كافة أفراد المجتمع. لذلك نحن مخولون ليس نساء فقط أقوله من الآن، وإنما نحن كافة أفراد المجتمع مخولون لهذا العمل والنشاط والنضال. فنحن بمقاومتنا وتنظيمنا نستطيع أن نضع حدا لهذه الحرب الشرسة، ونستطيع أن نضع حدا لهذه الذهنية المتعجرفة الفاشية التي تبيد الإنسان عن بكرة بها. لذلك طبعا الرفيقة ذكرت أن تضحيات القائدات اللواتي أثبتنا مرة أخرى في روجافا توجت هذه الفكرة وفلسفة القائد والثورة المجتمعية التي بدأت في كردستان توجت في روجافا في شمال وشرق سوريا الآن بإرادة كافة المجتمعات، بإرادة كافة الشعوب والمكونات الموجودة، وخاصة المرأة الموجودة التي تناضل وتكافح وتنظم نفسها وتطور نفسها، أصبحت قوة تدير مجتمعاتها، وأصبحت قوة في تقرير مصيرها، وأصبحت تستطيع أن تغير في سياسة هذه المنطقة، في سياسة الإقصاء، السياسة الأحادية، السياسة الاستبدادية التي تبيد الشعوب وتضرب وتفشل في إدارة هذه المجتمعات. وأصبحت الآن على مرأى من الجميع والعالم أيضا أن المرأة الموجودة في شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها استطاعت أن تحارب ذهنية المتطرفة، الذهنية المتطرفة الموجودة في المنطقة، ذهنية الأنظمة المستبدة الموجودة في المنطقة منذ أكثر من 15 بدأت استمرار هذه الأزمة، ولم يستطيعوا وضع ولو جزء بسيط من الحلول لحل هذه الأزمة السورية، وإنما فقط بإرادة مجتمعاتنا، بإرادة المرأة الموجودة في شمال وشرق سوريا نستطيع أن نقول أن أثبتنا بكفاحنا ونضالنا وكفاح ونضال وتضحيات القائدات اللواتي ضحينا بأنفسنا على مر هذه الأزمة في شمال وشرق سوريا. الكثيرات منها نذكر منها هوال هافين خلاف، آرين ميركان، بارين، أوبيستا، ياضع عقيدة، سعدة وهند. في كثير من القائدات اللواتي كافحنا ونضلنا وما زال هذا النضال مستمرا إلى أن ننهي هذه الحرب الشرسة، إلى أن ننجز كثير من المنجزات
التي اكتسبناها بفضل تضحيات قائدة هذه المرحلة والشهداء الذين واللواتي ضحوا لحماية تراب شمال وشرق سوريا. إذا هناك قائدات كثيرة، وهناك إذا متى ما كنا لاحقين لهذه القائدات وهذه القوات والشهداء العظام الذين واللواتي ضحوا بأنفسهم في سبيل إرساء السلام، في سبيل إرساء السلام والديمقراطية في المنطقة، في سبيل بناء نظامنا المجتمعي، ألا وهو توج بتشكيل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والكل حسب حاجته، والكل حسب إمكانياته، والكل حسب إمكانياته يدير نفسه، وألا وهي تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أصبحت نموذجا يحتذى بها، وهذا أتى بالفضل وتضحيات المرأة كافة المجتمع، وبالأخص المرأة التي هي قائدة هذه المرحلة. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، والآن أصبحت منارة تتوجه كافة الحركات النسوية وكافة الحركات المكافحة من أجل أن تحارب الاضطهاد والظلم في بلدانهم. أصبحت منارة تهتدي به كل الشعوب المنطقة وحتى الشعوب العالم، وأصبحت نموذجا هذه التجربة الفريدة من نوعها. والآن يزورون في شمال وشرق سوريا ويرون التجربة عن كثب، هل هي تجربة فقط نظريا أم هي عمليا؟ وعندما يرون أخوة الشعوب، يرون هذه التجربة الفريدة من نوعها التي بنيت على أساس أخوة الشعوب ووحدة هذه الشعوب وكفاح هذه الشعوب ونضالات هذه الشعوب، إذا يستغربون من هذه التجربة النوعية. ولكن هذه التجربة ليست هي التجربة الأولى، إنما قلنا في بداية التاريخ لعبنا دورنا كشعب ومكونات شمال شرق سوريا أو مظبوطية أو بلاد ما بين النهرين كما يسمى كل مكون بلغته ويعبر عن ثقافته وعن هويته. إذا هذه التجربة الفريدة من نوعها ضمنت حقوق كافة المكونات بثقافته، بأثنيكه، بلونه، بتراثه. إذا إحياء الثقافة المجتمعية هذه نسميها الروح المجتمعية الموجودة بين كافة هذه المجتمعات، وهذه تسمى الثقافة المجتمعية. والآن مرة أخرى يعود الفضل إلى القائد والمفكر الذي يقام في سجن إمرالي. لذلك الدولة الفاشية التركية وجميع الدول المهيمنة في المنطقة المدعومة من قبل حلف ناتو التي تحاربنا منذ أكثر من 50 عاما في استهداف قوات هذه الحركة، في استهداف طالعيات هذه الحركة، وفي استهداف القائد، وبفرض نظام التجريد المثقل في إمرالي. تجريد هذا لأول مرة بعيد عن كل القيم الإنسانية المفيدة للعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية للمجتمعات، إذا بعيد عن كل المواثيق المجتمعية. لذلك بمقاومة القائد البطولية والأسطورية في سجن إمرالي، إذا كشف النقاب عن وجه السياسة المهيمنة في المنطقة، أو السياسة الازدواجية التي تمارسها الدول الاتحاد الأوروبي والدول المهيمنة في العالم والدول الموجودة في المنطقة التي تقول أنها الدول الضامنة مثل روسيا وأمريكا، رغم وجودها على أرض شمال وشرق سوريا. ولكن نحن يوميا نتعرض إلى هجمات وإلى القصف العشوائي بضرب البنى التحتية لهذه المجتمعات، لضرب سبل الحياة الموجودة اللي هي ضرورية من أجل استمرارية الحياة والعيش المسالم والمشترك بين كافة هذه المجتمعات. لذلك تستهدف قائدات ورواد هذه الحركة وقوات هذه المجتمعات، من إن كان عسكريا أو مدنيا أو نسائيا. إذا هذه تأتي من السياسة العنصرية، السياسة الفاشية التي لا تقبل إرادة المرأة الحرة، لا تقبل إرادة المجتمعات. إذا تريد دائما شعوب مستعبدة، شعوب لتغذي بها نظامها الرئيسي، لتغذي بها لاستمرارية هذا النظام إلى أكثر من قرن آخر أيضا. لذلك بات هذه الشعوب والمكونات والنساء بشكل أخص أصبحوا بتنظيم أنفسنا، بتوعيتنا، بتنظيم أنفسنا، بتطورنا، أصبحوا قوة لا يستهان بها، وتستطيع أن تدافع عن نفسها، واستطاعت أن تغير من سياسة هذه الأنظمة الموجودة هن الآن هم لا
لا يستطيعون أن يحلوا ولو جزء بسيط كما قلت في الأزمة السورية التي ما زلنا نعاني منها. وهذه الأزمة لا تحل إلا بإرادة المرأة الحرة، إلا بإرادة المجتمع الحر، بشعوب المنطقة، بإرادة كافة شعوب المنطقة الموجودة في المنطقة. إذا فقط بالحوار السلمي بحوار السوري نستطيع أن نحل كافة أمورنا المجتمعية، لأن أثبتنا مرة أخرى كما شكلنا قلت انه اداره ذاتيه وشكلنا مجلس العداله الاجتماعيه. بالعداله الاجتماعيه استطعنا ان نكسب قوه في حل قضايانا اليوميه، الا وهي قضايا الانسانيه، قضايا المجتمعيه، ومنها قضيه المراه الذي خول القائد نفسه في حل قضيه المراه. ما لم يتم حل او قضيه المراه لا يستطيع الشعوب حل قضاياهم المجتمعيه اليوميه. لذلك بارادتنا جميعا مره اخرى بارادتنا جميعا استطعنا ان نحل بعض من القضايا. لا اقول ان كافه القضايا، وانما نحن على طريق في حل كافة الأمور والمشاكل التي تعترضنا يوميا رغم قلة الإمكانيات ورغم الحساب المفروض علينا من قبل النظام العالمي، من قبل دول المنطقة، لأن الدول المنطقة هي من البقايا النظام العالمي لا تستطيع أن تقرر عن نفسها ولا تستطيع أن تحاور مع شعوبها، رغم أن في نيتها أن تحاور مع شعوبها، ولكن الدول المهيمنة الموجودة في المنطقة لا تريد ولا تسمح لهم أن تحاور مع شعوبها ومع مكوناتها. لذلك يحاولون دائما في استمرارية هذه الحرب، يحاولون دائما أن تتعمق هذه الأزمة أكثر وأكثر في تقريب الشعوب والمكونات ضد بعضهم البعض، وفي ضرب تجربة الإدارة الذاتية، في ضرب هذه المكاسب التي حققناها بفضل الشهداء. وهذه الثورة المجتمعية استطاعت المرأة في شمال وشرق سوريا أن تحول ثورة المرأة إلى ثورة مجتمعية بإرادتها، بذكائها وذهنيتها التي استمدت من إيديولوجية تحرير المرأة. استطاعت أن تحول هذه الثورة من الثورة الموجودة إلى ثورة مجتمعية بكافة أفرادها ومكوناتها، ولضمان حقوق ونيل حقوق كافة المكونات بأثنيتها وثقافتها، وضمان كافة حقوقها لأن تنال وأن تعيش بالعيش المشترك الموجود في منذ الأزل ما بين هذه المجتمعات. لذلك صدت هذه الثورة ليست فقط في شمال سوريا، وإنما في كافة أرجاء الشرق الأوسط، منها في إلى الجولان، إلى أفغانستان، باكستان، والآن إلى تركيا. المقاومة التي تبديها في سجون التركية، السجون الفاشية، إن هي مقاومة باسلة، لا تريد أن لا تقبل الظلم، نظام الظلم الذهنية الفاشية العنصرية، إنما تقاوم رغم أنه الفرض النظام التجريدي المفروض كما في إمرالي مفروض على شخصية القائد أبو، يريدون كسر إرادة هذه الشعوب في شخصية القائد أبو، ولكن القائد أبو فشل هذه المؤامرة اللي مرت عليها 25 عاما. أفشلت هذه المؤامرات وأفشلت هذه السياسة الازدواجية التي تمارسها الدول المهيمنة في المنطقة. أفشلت كافة المخططات والمؤامرات التي تستهدف الشعوب المنطقة، وأصبح القائد هو المدافع الأول والقوي والعظيم عن القضية الإنسانية التي تهم كافة مكونات المجتمع وشعوبها. إذن نحن بصدد القضية الإنسانية. إذن حل قضية المرأة وكفاح المرأة هو يأتي ثمرة من ثمار حل القضية الإنسانية الموجودة في العالم أجمع، وليس في شمال وشرق سوريا، وليس في سوريا فقط، وليس في الشرق الأوسط، إنما في العالم أجمع. والآن بطل المرأة الشرق الأوسطية أو المرأة في شمال شرق سوريا أصبحت تحضر اجتماعات وكونفرنسات ومؤتمرات وأن تقرر وتستطيع أن تقرر عن تقرير مصيرها ومصير مجتمعاتها ومصير دولها في حمايتها. وفي النهاية أطلنا الحديث، وفي النهاية نشكركم باستماعنا ومقولة جنجيانا آزادي، جنجيانا آزادي ليس جنجيانا